يا صباح الفل. في الفيديو بتاع امبارح اتكلمنا عن ازاي نمهد او نزرع بذور في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمهده لنا. طب ده سؤال حلو قوي، ازاي نزرع البذور دي؟ انا امبارح اتكلمت عن ازاي نزرع البذور دي بس بطريقه ملخصه، دلوقتي هتكلم عليها بشكل اوسع شويه. اولا خلينا متفقين، لو كل حد مننا بيعمل عادات غلط او في حياته حاجات غلط، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليه حكمه ان الحاجات دي تفضل كل شويه تتعاد في حياتنا. هي بندخل في علاقات غلط، بنعيد نفس العلاقات تاني، بنعيد نفس الاساليب تاني، بنتعامل بنفس المعاملات تاني، وبنقعد نسال نفسنا يا رب هو انا ليه بتعامل بنفس الطريقه؟ طب يا رب انا اعمل ايه؟ طب اسوي ايه؟ الفكره وما فيها ان مفيش حاجه بتتعدل من الاساس، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيعيد لنا نفس التجربه دي تاني عشان نبتدي ناخد بالنا ان في حاجه غلط احنا بنعملها. ودي تيجي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، فكره ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمهد لنا الطريق. طب دلوقتي انا عرفت ان غلطي في الماضي ايه، وعرفت ايه المشاكل اللي انا دخلت فيها وعديتها، او بمعنى اصح مش عارفه انا فعلا عديتها ولا لا. اعمل ايه؟ اول حاجه لو انت انسان مكتئب وبائس، اول حاجه لازم تعملها انك تدور على نفسك. امبارح اتكلمنا في حته ان ممكن يبقى في شخص بقاله فتره مسحول ورا افكار ناس وطباع ناس اصلا مش شبهه. هو فكره ما فيه ان هو فجاه دخل مكان لقى مجموعه ابتدى يطبع بطباعها، ياخد اساليبها على سبيل ان هو ممكن يبقى روش زياده، على سبيل ان هو يبقى زيهم، يتقبل وسطهم وغيره 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 وغيره. بس الشخص ده لا، هو مش هو. تفاق وعرف ان الشخصيه دي مش هو، او الشخصيه دي مش شبهه، يعني المجموعه دي مش شبهه وهو بيطبع بطباعهم وهو اصلا مش شبههم. طب يعمل ايه؟ ابتدي دور على نفسك، ابتدي اسال اسئله. انا ايه قيمي؟ انا ايه مبادئي؟ انا بحب ايه؟ انا بكره ايه؟ انا المفروض طباعي ايه؟ ايه الحاجه اللي انا بسعى ان انا اعملها؟ ايه الحاجه اللي انا بسعى ان انا اتجنبها؟ ابتدي اسال نفسك اسئله كتير قوي زي دي، لان احنا ممكن نعيش على فكره سنين كتيره جدا، وممكن نبقى في العشرينات اصلا واحنا مش عارفين احنا مين ولا احنا بنعمل ايه، بس واهمين نفسنا ان احنا عارفين نفسنا وبنعمل حاجات معينه، والحاجات دي فعلا بتكون مش احنا. طب ازاي اقدر اعرف نفسي او الاقي اجابات الاسئله دي فين لو انا فعلا مش عارف اجاوب عليها؟ حاجه محتاج تعملها انك تخلي ورقه وقلم او نوت بوك وقلم هو صديقك الفتره الجايه. خلاص، تبتدي تكتب الاسئله دي وتبتدي تجاوب عليها. ابتدي اكتب الاسئله دي وابتدي جاوب عليها. في بنترست بينزل اسئله كتيره من الحاجات اللي زي كده. ابتدي خد مثلا 30 سؤال او 10 اسئله وابتدي تعرف نفسك بيها اكتر، وابتدي جاوب على الاسئله دي في بورقه وقلم، او يا اما بنوتس على الموبايل. تيجي بقى لنقطه لو انا عطلت اعمل ايه؟ ابتدي روح لحاجه تانية اسمها تعديل العادات، او الخطوه التانية في طريق ان احنا نزرع بذورنا هي تغيير العادات القديمه بعادات تانية جديده. طب نعمل ايه بقى؟ اول حاجه لازم تدركوا ايه هي العادات القديمه اللي كانت بتعطلنا، او الحاجات القديمه اللي كانت بتخلي السايكل دي كل شويه عماله تتعاد ومش عارفين نخرج براها، مش عارفين نعرف ايه الحاجه الغلط اللي احنا بنعملها. محتاجين نقعد نفكر مع نفسنا ايه الحاجه الغلط دي اللي احنا كنا فعلا بنعملها وبتخلي كل حاجه بتتكرر تاني زي ما هي. وابتدوا اشتغلوا على العادات دي. خلاص، وابتدوا على اساسها تشتغلوا على العادات دي. اول حاجه اكتسبوا عادات ايجابيه جديده. طبعا الكلام ده انتوا سمعتوه كتير، بس لو حاجه بسيطه جدا ابتدوا انبسطوا بيها وابتدوا استمروا عليها. يعني حته الورقه والقلم، او تعملوا حاجه اسمها جورنالينج. الموضوع ده تحفه تحفه بجد، الموضوع ده حاجه تحفه وهيساعدكم كتير جدا الفتره الجايه، او في اي وقت انتوا محتاجين فيه اي رفيق ليكم. صدقوني الورقه والقلم دولت ما بيجلوش، حرفيا ما بيجلوش. وقدرتوا تعملوا ده، فدي عاده بسيطه الحمد لله انتوا هتقدروا تلتزموا بيها. تاني حاجه القرايه. ابتدوا اقراوا، اقروا روايات، اقروا واحده واحده، خدوها واحده واحده. مش لازم تقروا كتب كبيره او روايات كبيره، لا، ابداوها بحاجات بسيطه في الاول، واحده واحده. ابتدوا شوفوا نفسكم الناس دي بتتعامل مع الحاجات دي ازاي، خدوا افكار عنها، اتفرجوا على فيديوز، اتفرجوا على حاجات كتيره زي الناس اللي ليها تجارب على اليوتيوب بينزلوا، على التيك توك بينزلوا حاجات كتيره، الناس اللي ليها تجارب في مواضيع معينه ازاي تخطوا الحاجه دي، ازاي يتعاملوا معاها. ابتدوا تفرجوا، ثقفوا نفسكم. ابتدوا في الحاجه اللي كان عندكم فيها مشاكل في حاجات، في عادات قديمه، ابتدوا تتفرجوا على فيديوهات زيها، الناس دي عدت الموضوع ده ازاي، او ابتدت تتعامل مع الموضوع ده ازاي. لو ما بتحبوش القرايه، في بودكاست، في زي الفيديوز اللي احنا قلنا عليها وغيره 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 وغيره. بس لو قدرتوا تلتزموا بالقرايه حتى لو صفحتين في اليوم او 5 صفحات في اليوم، فده انجاز عظيم. فابداوا بخطوات صغيره وخليكم مبسوطين بنفسكم.
تالت حاجة هي هنبتدي فيها هي نقيم الناس. لو احنا كنا داخلين في دايرة غلط، فبالتالي احنا هنبتدي نشوف الدايرة دي احنا ليه دخلنا وسطها، وايه العادات اللي احنا اكتسبناها. احنا عرفنا ايه العادات اللي احنا اكتسبناها من الدايرة دي، او ايه العادات اللي خلتنا ندخل اصلا الدايرة دي ونختار ناس غلط. ابتدوا بعد كده شوفوا ايه الناس اللي بتخليكم تنجذبوا ليهم، وده راجع لايه. يعني في ناس بيبقى عندها مشاكل راجعه لداديز ايشوز او ماميز ايشوز، فانتوا شوفوا ايه الموضوع اللي بيخليكم ترجعوا لده. قيموا علاقاتكم، قيموها كويس قوي. هل الناس دي بتأذينا؟ هل الناس دي احنا مرتاحين معاهم؟ هل الناس دي فعلا بتدعمنا؟ هل الناس دي فعلا بتأذينا واحنا بنتكلم معاهم كتير ويقولوا لنا ماشي احنا سامعينكم، او انتوا صح، ويرجعوا تاني يكرروا نفس الغلطات دي تاني؟ هل الناس دي اصلا بترفض تسمعنا، والناس دي بترفض اصلا تحترم شخصيتنا، وبترفض لنا اي تغيير بنعيشه؟ هل ده فعلا بيحصل؟ قيمنا شخصياتنا وعرفنا مين الناس اللي كده ومين الناس اللي كده. طب هنعمل ايه؟ اختاروا الناس اللي كده، اختاروا الناس اللي تريحكم، اختاروا الناس اللي ما تحسسكوش ان انتوا غلط، اختاروا الناس اللي لو شافوكوا انتوا غلط يحسسوكوا، يحددوا مساركم ناحيه الاتجاه الصح. لكن ناس مستفيده من ان انتوا تبقوا ماشيين ناحيه الاتجاه الغلط، او مش عايزين يشوفوكم متغيرين، او يمكن احسن منهم، او بتسعوا ناحيه حته تانية، فبالتالي ابعدوا عن الناس دي. وطبعا ما بنبعدش كده والسلام، بالاول بنحاول نقيم علاقتنا بالناس دي، بنبتدي نلاحظ، بنبتدي نقول لهم احنا ما بنحبش كذا، في حاجات احنا رافضينها، ونسيبهم هم الكوره في ملعبهم. هم هيسعوا يكتسبونا، او هيسعوا ان احنا يقبلونا بشخصيتنا الجديده ولا لا، ولا هيعكوا لنا الدنيا وهيبتدوا يقولوا لنا انتوا اتغيرتوا، ما بقيتوش زي الاول، احنا ما بقيناش نحبكم زي الاول، ليه بعدتوا عننا؟ الناس دي ممكن يكونوا مش وحشين بالمناسبه، انا امبارح اتكلمت في نفس الموضوع ده، هي بس ممكن تكون انتوا اختلفتوا عن بعض مش اكتر، وكل تغيير بيعرفنا ان الناس في حياتنا مراحل. طب انا عملت كده وخسرت كل الشخصيات اللي في حياتي، خسرت كل العلاقات وبقيت لوحدي، اعمل ايه؟ ابتدي بقى اشتغل يا معلم على الحدود. خلاص احنا دلوقتي عرفنا عاداتنا القديمه، ابتدينا نشتغل عليها، لان الحاجه ما بص، واهم حاجه التغيير مش امبارح هبقى حاجه والنهارده هبقى حاجه ابسولوتلي، لا، انت لازم تشتغل على الموضوع ده. ممكن ياخد منك شهور، ممكن ياخد منك سنه، ممكن ياخد منك اكتر من سنه، ممكن ياخد منك وقت. التغيير مش ملتزم بوقت، التغيير ممكن تعمله في فتره صغيره وممكن تعمله في فتره كبيره، بس التغيير محتاج انك يكون عندك اراده وانك تكمل. الموضوع مش صعب، بس هيجي واحده واحده. نبتدي بقى نشتغل على حدودنا. هنشتغل على حدودنا ازاي؟ احنا دلوقتي بقينا ناس بسم الله ما شاء الله، يعني عرفنا اساسيات عن شخصيتنا، عرفنا احنا مين، بنحب ايه اللي ما بنحبهوش، ايه اللي بنقبله، ايه اللي ما بنقبلهوش، عرفنا ايه عاداتنا القديمه اللي كانت بتدخل في حياتنا ناس غلط وبتخلي علاقات معينه مؤذيه عندنا تفضل تتعاد زي ما هي. ليه عرفنا ده؟ اصل احنا عرفنا ده من واقع الناس اللي كانت محيطه بينا، الناس دي فعلا كانت بتاذينا، الناس دي فعلا لينا ما كانتش كويسه، الناس دي احنا فعلا حاولنا نقول لهم ان احنا بنتغير او احنا بنحاول نبقى احسن وبرضه ما قبلوناش زي ما احنا. فاحنا عرفنا كل ده، نبتدي نحط حدود. الحدود مهمه، احنا بنحب ايه، بنكره ايه، في حاجات بنسمح بيها، في حاجات ما بنسمحش بيها، واللي يتقبلنا زي ما احنا تمام، ما يتقبلناش افرضوا حدودكم على الناس حتى اللي انتوا بتعرفوها جديده، هيتقبلوكوا زي ما انتوا، ودوروا بقيتوا لوحدكم مش مشكله، تبتدوا تشتغلوا على نفسكم وعلى شخصيتكم لحد ما يجي لكم ناس يتقبلوكوا زي ما انتوا بحدودكم الجديده. مش عايزه اقول لكم ان كل ده يعتبر اهداف، او دي بالنسبه لكم بقت اهدافكم الجديده في الحياه دلوقتي، فانتم محتاجين ان انتوا تحطوا اهدافكم كل ده اصلا يعتبر اهداف ليكم. فايه الحاجات اللي هتبتدي تلعب معاكم في كل ده باهداف متتاليه؟ ابتدوا اشتغلوا على اهدافكم، ابتدوا ما تيأسوش، اشتغلوا عليها، خليكم عندكم ايمان في نفسكم ان انتوا هتبقوا شخصيات احسن، وابتدوا عيدوا السايكل دي تاني، وحاولوا حاولوا 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 احسن ما تفضلوا مكتئبين وبائسين في مكانكم، مش عارفين تعملوا اي حاجه ومش عارفين تتحركوا. فازرعوا بذوركم في طريق ربنا هو اللي ممهده لكم. باي باي.